حسن بيه؟ السياسه اتغيرت يا ستي، والوقت لازم نهاجم امريكا مش روسيا. يا نهار ابيض، والمنشط يغيروه ازاي؟ هقول لك، هيسيبوه زي ما هو، وكل ما يلاقوا كلمه امريكا يشيلوها ويحطوا روسيا، وبدل ما هو احمر هيخلوه اسود. بقول لك ايه، فاهم السهران على الديسك كده عشان نروح في داهيه. انت نسيت حاجه مهمه قوي. ايه نسيت ايه تاني؟ كوبايه اللبن بتاعت النهارده. ما تشيل البتاع الشخبليطه ده من على وشك. ايه مش عاجبك؟ ما يعجبنيش ابدا النشال الحقيقي. طب ما ده ماسكه حقيقي. انت بتخرج من هنا كل ليله الساعه 8، بتروح فين؟ بروح الجرنان يعني، هكون بروح فين؟ الطبعه الاولى بتخلص 7، تروح 8 تعمل ايه؟ هشيل الطبعه التانيه يا حياتي. الطبعه التانيه ولا الزوجه التانيه؟ الطبعه والطبعه التانيه بتقعد للساعه 2 بعد نص الليل وثلاثه احيانا، بس انا بسيبهم وبرجع بدري. ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه الضحك. دي سكرتيرتي. الو. يبقى اسمع بتقول ايه؟ امورك الايام دي مش عجباني. حاضر. ايوه اتكلم. ايوه يا ايفا، في حاجه حصلت في الجرنان؟ لا، الطبعة الأولى خلصت من الصبح. امال عايزاني ليه يا ايفا؟ اسالها. في الملحق الرياضي في حاجه؟ ايه يا حسن بيه؟ ده الملحق مطبوع من امبارح. شفت بقى؟ ها؟ طب الطبعه التانيه خلصت؟ اقول عايزاني ليه؟ عشان كوباية اللبن بتاعت بالليل. انت نسيت ولا ايه؟ كوباية اللبن. حكايه كوبايه اللبن دي؟ لا، اصل بيصرفوا لنا هناك كل يوم كوبايه لبن، اصل هم اكتشفوا ان الرصاص بتاع المطبعه بيعمل انيميا فقر دم خبيث، والعلاج الوحيد كوبايه لبن. ايوه يا ايفا، ايوه كوبايه لبن قبل ما انام يا ايفا. حاضر. لا قبل ما تنام ايه؟ انا عايزاك تاخدها هنا اللبن كويس قوي. ايوه حاضر، احنا برضه عندنا هنا لبن عظيم، لبن اكسترا. بتعيطي ليه يا ست ايفا؟ بيقولوا كلام كده ان الغرباوي مسك مكان المحلاوي. ايه؟ طب سيبيني انت دلوقتي ايه؟ حاضر. تلاقوا متفقين معاك كده يا علاء تخون العيش والملح. انت بتقول ايه يا استاذ حسن؟ بقول ان انت جاي تستلم مني يا علاء. انت مش جاي تستلم مني يا علاء ولا ايه؟ انا ما كنتش اعرف ان خيالك واسع كده يا ابو علي. ابو علي؟ انت بتقول ابو علي؟ ده انت ما قلتليش ابو علي من ايام ما كنا في دار الهلال. يبقى انا اكيد اترفعت وانت اتعينت. تعيين ايه اللي انت بتقول عليه؟ ده انا كنت جاي اقدم لك استقالتي كمدير تحرير، لان مبادئي تتنافى تماما مع مبادئ السيد الغرباوي. يا راجل مش تقول كده. استنى يا علاء، استنى. استنى ايه بس؟ ده لو كل الناس استنوا انت بالذات ما تستناش. تستنى ايه؟ ده لو رفضك بس يبقى كويس. ده انت عملت فيه عمايل وشتمته شتيمه. بس عن مبدأ. ودلوقتي برضه هتشتمه. لا دلوقتي همدحه. احم انا مش هقول لك تسيبينا شويه. بتقاطعينا ليه؟ معلش، اصله جواب مستعجل قوي من مكتب السيد محمد احمد الغرباوي. طب هاتي. لا مؤاخذة يا حسن بيه، اصل الجواب ده خاص بالاستاذ علاء. خاص بيه؟ مش ممكن ابدا، مش ممكن، مستحيل. انا ما اقبلش ابدا اني احل محلك. انا لا يمكن اقبل، ده مش من مبادئي. وانا من مبادئي انا الاخر. الماسك حتى وانت بتتمرن. وماله؟ نفسي اشوف وشك الطبيعي. انت مولود بيه ولا ايه؟ ما تشوفيش وحش يا شيخه. ليه؟ اصلي اسباب خاصه بيا. اسباب خاصه بيكي؟ وبيك انت كمان. اسباب خاصه بيكي وبيا انا كمان؟ الفزوره دي ولا ايه؟ اصلك عاجبني. عاجبك؟ عاجبني. انت بتتكلمي جد؟ بتكلم جد والله. ده انا وحياة بابا بحلم بيك كل ليله. بحبك بشكل. ازاي الكلام دوت؟ انا مش مصدقك. يعني انت مش مصدق؟ المصيبه ان انا مصدق. ما يعرفش الصدق الا اللي طول عمره بيكذب. وبرضه رفض يقابلك؟ رفضوا بس. ده منبه ان انا ما اخش المبنى نفسه.
حاولت تكلمه في التليفون؟ 1000 مرة. اخصى عليه. ما عادش بدها بقى يا ماما، ما يجيبها لستاتها. انت مش تعرفي مدام علوية صاحبتك قوي صح؟ ايوه احنا اصحاب من ايام مدرسه سانتيجول. انت كنت في مدرسة سانتيجول؟ امال مش باين عليكي ليه؟ حسن لسانك هطحونك. وعلى ايه؟ طيب احسن. بقول لك ايه؟ اهو مدام علوية دي صاحبة مدام غرباوي الروح بالروح. تروحي لها دلوقتي وتاخدي لها معاكي حاجة. بس هنتعب. هو انت اصلا تستاهل؟ يمكن انا ما استاهلش، لكن البرستيج اللي انت فيه، الطباخ، السفراجي، العربية، كل ده هيروح وانا معاهم. خلاص اعتبر ان عندك ميعاد معاه، بس بشرط. ايه هو؟ حكايه الساعه 8 دي كل يوم تخرج تبطلها. حاضر يا ستي. من هبطلها خلاص. الليله. نعم الليلة. هي كلمه انا قلتها وان خرجت مفيش ميعاد. طب هقول لك يا ستي. ايه؟ والله العظيم الموضوع ما فيه اي حاجة من اللي في دماغك دي خالص. وتثبت ازاي؟ اثبت لها ازاي دي؟ بس اثبت لها ازاي؟ هقول لك. اللي رايح حاجة زي دي يعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي. واحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنقول لك اهو. نقدر نقول صباح الخير يا فندم. صباح الخير. انت كنت عايز تقابلني ليه؟ حكاية التجميد دي يا فندم مش احسن من رفض؟ يعني هي مش رفض؟ لا مش رفض، مؤقتا بس، ممكن تكون مقدمة. طب وليه؟ انا عملت ايه بس يا فندم؟ انت عملت ايه؟ ده انت كتبت مليون مقالة ضدي. غصب عني يا فندم، غصب عني. بقى انا يا سيدي عدو الشعب المصري؟ ها؟ انا عدو الشعب المصري الاول، الراجل الذي خان الامانة، صاحب مزاد بيع مصر. ها؟ ايها الناس، ايها الناس، احكوا لاولادكم قصة الغرباء والغول وامنا المسكينة مصر. دي ايام الضلال يا فندم، ايام الضلال يا فندم. ضللني المحلاوي الله لا يسامحه. ولد خدامك يا فندم. تعرف تكتب عنه زي اللي كتبته عليا؟ لو سبتني سيادتك عليه اعمل فيه عمايل يلعن فيها اليوم اللي جابت امه. ازاي؟ سيبها عليا دي بقى. يا ابن الجنية، ده انا كنت بكرهك قوي. ودلوقتي عرفت انا كنت بكرهك ليه؟ لانك كنت بتشتغل لغيري. ولما اشتغل لك يمكن احبك، يبقى ترجع على مكتبك وتعتبر التجميد اتفك. رقبتي ليك يا غرباوي بيه، ده بإشارة منك أقطع رقبتي وأجيب لك دماغي نفسها على طبعة الصفحة الأولى. بتشيل في جيبك بودرة وكحل ومسكرة؟ بتحط مسكرة يا حسن؟ بقول لك إيه؟ خليكي عندك، مش عايز ولا كلمة، أنا هقول لك على كل حاجة. والله لو كدبت في كلمة واحدة لا هاخد الحاجات دي وأوديهم الجرايد التانية، فاهم؟ ما عادش بدها بقى. أنا بشتغل في سيرك بالليل. في إيه؟ في سيرك بالليل. أنت هتكذب تاني يا حسن؟ وبيشغلوك إيه؟ رقاصة؟ لا بهلوان. بص يا ستي اهو، ادي يا ستي زورب البهلوان. يا بختك المهبب يا شريفة، يا اسمتك السنة يا شريفة، ويا اخويا اللي جبرك عشان تشتغل الشغلة دي. عشان توازن، انا طول النهار جد جد وشغلنا كله كذب كذب، وابقى لازم اكذب وانا جد، وابقى جد جدا وانا بكذب، وبسكك الجن نفسه ما يقدرش عليها. وصلت بقيت رئيس التحرير، لقيت نفسي مش قادر اواصل بقى. خلصت كل الكذب اللي عندي، وطول الوقت كان في حته بتتفرج على اللي بعمله وتضحك في سرها. فضلت تكبر وتكبر وتلح وعايزه تضحك علني والناس تسمعها. كنت بزوغ واروح هناك وادي بقشيش للي هناك واتمرن على الالعاب. واخيرا ما عادش بدها بقى، قلت ابقى بهلوان علني وشغلوني
شغلوني وضحكت الناس، موجودتهم من الضحك على البهلوان، مع ان في السيرك ما بقولش كلمة واحدة غير مؤمن بيها. انا كان حاجة من الاتنين، يفضل جد زي ما انا واتجنن، يفضل جد زي ما انا الصبح بس وبالليل اشتغل بهلوان. مش احسن ما اتجنن يا شريفة؟ انا عايز اعرف مين اللي عمل كده، مين اللي منع المقالة دي، مين اللي منعها؟ انا اللي منعت. اهلا وسهلا يا فندم، ده المكتب اتشرف يا فندم والله. اهلا. انا اللي منعت. في حاجة؟ لا يا فندم، بس يعني ازاي حضرتك تمنعها وانا رئيس التحرير، على الاقل المسؤول قدامهم، بس قدام الناس. ما عدتش رئيس تحرير ولا حاجة، ما عدتش، خلاص انتهت. عدت يعني الوضع التجميد يعني؟ لا 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 لا، اكتر شوية. اختفيت، اتبخرت، خلاص اترفدت. طبعا انت فاكر انك حطيتني في جيبك. انا سبتك تقول على المحلاوي ما قالوا مالك في الخمر، نفس المحلاوي قلت عليه حاجات ترفعه فوق مرتبة البشر كلها. سبتك لما وريت لي الناس كلها حقيقتك، وبعدين بالشلوت بره بره. وانت يا علاء هتبقى رئيس تحرير. انا اسف يا فندم. ليه؟ مش هقدر. ليه؟ انا كخة؟ انا سكة؟ انا مختلف مع اراء سيادتك تماما يا فندم، دي مسألة مبدأ. بره بره. يعني لا يبقى الواحد منهم بهلوان ملهوش لازمة، او دغري دماغه زي دماغ الحمار. مفيش ناس نص نص او دغري، انما بهلوان لازم في نوع تالت. لازم انا هشتغل رئيس تحرير واوريهم الشغل هيبقى ازاي. ايفا هاتيلي كوبايه لبن سخن. حاضر. حضرتك ليك اخ توأم؟ انا غرباوي نفسه يا زعرب، يا حسن بيه، انا اسف. مين كان يصدق ان غرباوي بيه هو نفسه صاحب السيرك؟ ومين يصدق ان حسن بيه المشهور يبقى زعرب البهلوان؟ مستغرب ليه؟ ايه اللي يجيب صاحب السيرك لصاحب جورنال؟ ده فرق السما من الارض. بتهيألك. ازاي يا فندم؟ ده الصحافة دي حاجة جد قوي، والسيرك كله اكروبات وبهلوانات والعاب. بتهيألي ان مفيش فرق بين عالم السيرك وعالم الصحافة. بقولك ايه، اقلع القناع ده ملهوش لازمة. لا، ده له لازمة قوي. انا بلبسه هنا عشان اقول الحقيقة، وبقلعه هناك في الجورنال عشان اقول لك اللي انت عايزه. خليني بقى اقول لك اللي نفسي فيه وانا لابسه. هي الحقيقة تتقال من ورا قناع؟ ايوه غرباوي بيه، لما الوش الحقيقي يصبح قناع بيخبي الحقيقة، يبقى الحقيقة ما تتقالش اللي من ورا قناع. مستعد تلعب؟ مستعد، بس على شرط ميرفت تسيبها لي. ميرفت ده مع السيرك يا حبيبي، انت مش حد سيب كله باللي فيه. بس هي ما قدرتش عليها. ما عندك، دي بتحبك. هي حرة. انا عرضت عليها كل حاجة، عرضت عليها اتجوزها، مفيش فايدة. يا تسيبها لي لا هوديك في 60 داهية. انت عارف انا اعرف اعمل ايه. هتعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ بقول لك ايه، يفتح الله. هديلك كل المهية اللي كنت بتاخدها وانت كنت رئيس التحرير. يفتح الله. بره. استنى. بقول لك هرجعك رئيس التحرير تاني. بجد؟ بجد، وهكتب معاك عقد لمدة سنة ب5 سنين، وتنشره في الجورنال في الصفحة الأولى. وإذا وافقت؟ مفيش إذا. بقول لك إيه، بص، العقد أهو. وتسيب لي ميرفت؟ وعيلة ميرفت كلها.
يا جبان يا حقير، بتباني قبل ما تشتريني وانا اللي حبيتك. ما تصدقهوش يا ميرفت. ابعد عني. باين المرة دي عمرك الافتراضي انتهى يا حسن يا مهلمي. وقعت ولا حدش سمع عليك. اسم الله عليك وعلى اللي حواليك. بعد كل اللي حصل وهو ايه اللي حصل؟ فيها ان انا بعتك قبل ما اشتريكي زي ما انت قلتي. وماله؟ ابقى ملعب، ابقى بهلوان. طب وماله؟ انت مش لسه قايل ان اي واحد بيشتغل في السيرك بس ما يكونش صاحب السر يبقى انا كمان بهلوانه؟ يا بنتي الايه؟ يا ابني الايه؟ ما الدنيا إلا مسرح كبير. معلش بعد اذنك يا يوسف بيه، ما الدنيا الا سيرك كبير.